لو كنت خلصتي كل عزومات رمضان احتفظي بقى بالفيديو ده عشان هينفعك في عزومات العيد. هنعمل مع بعض الممبار ويطلع معاكي الرز مفلفل كده وتحفة، ومستحيل يفرقع منك واخد لون دهبي خطير. النهارده انا عملت الكرشة والممبار. انا عارفة ان الاكلة دي ناس كتيرة جدا بتحبها بس ما بتعرفش تعملها. بعد الفيديو ده هتبقي استاذة وتعرفي تعملي الكرشة والممبار. تعالوا نسمي الله ونصلي على النبي ونشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجة هحضر التسبيكة بتاعة المحشي. فحطيت ربع فنجان من الزيت وجبت ليا كده قطعتها قطع صغيره، ونزلت بكميه بصل محترمين، ونزلت بفلفل رومي وفلفل حار بيخلي الخلطه بتاعه المحشي طعمها حلو جدا. وبعد كده نزلت بالبهار، كمون وفلفل اسمر، وحطيت ملح وحطيت كزبره ناشفه بتخلي الخلطه طعمها حلو جدا، وبهارات المحشي. وحطيت معلقه كبيره من البابريكا عشان تعزز لي اللون بتاع التسبيكه. بشوح كده البهار بحمصه مع البصل بيدي نكهة حلوة جدا. وبعد كده طبعا جبت الطماطم غسلتها كويس بس ضربتها في الكبة. انا عايزة الطماطم تكون خشنة هي والبصل. وبعد كده بنزل بمعلقتين كبار من الصلصة عشان اعزز اللون بتاع التسبيكة. وبقلب الكلام ده كله وبسيبها بقى براحتها خالص تتسبك على نار هادية كده، تتسبك براحتها. هنعرف منين ان التسبيكة اتسبكت؟ هتلاقي المادة الدهنية طلعت على الوش كده، يبقى كده تمام. شايفين لونها تحفة تحفة تحفة، وريحتها بقى كانت خطيرة. بعد كده غسلت الرز سبته يتصفى ونزلت بيه، وهنا بقلب الرز مع التسبيكة وبسيبه كده لمدة 5 دقايق. وكده الخلطة بتاعت المحشي بتاعتك مستحيل يكون فيها مية وتكون صيصة، عشان الرز لو فيه اي مية موجودة في التسبيكة الرز بيشربها على طول. بفضيه بقى في صينية وبسيبه كده 10 دقايق يهدى. وبعد كده بنزل بالخضرة. معايا خضرة مشكلة، بحب اكتر الشبت واكتر الكزبرة، وبحط ربطة واحدة بس بقدونس. قلبت الكلام ده كله مع بعضه، وبصلاية كده مفوضاها من الاول، حطيت عليها ملح وفلفل اسمر وحطيتها في الاخر خالص بتدي نكهة حلوة. هنركن بقى الخلطة على جنب كده. كل ما تسيبي خلطة المحشي تاخد وتدي كده مع نفسها كل ما المحشي بتاعك يبقى مميز وطعمه حلو. الكرشة والممبار انا جايباهم متنضفين كده جاهزين من بره، بس غسلتهم كويس جدا بالملح والليمون والخل وخليتهم فله شمعة منورة. جبت الممبار بقى وهنحشيه، وعشان الممبار ما يفرقعش منك ما تملهوش رز كتير، يبقى مهوي كده مش مكبوس رز، والاطراف تبقى فاضية علشان اول ما ينزل في المية السخنة يقفل على طول والرز ما يقعش منه. هنحط حلة على النار فيها مية بتغلي، ولازم المية تكون بتغلي كويس جدا. وبعد كده بنزل بالممبار، وبحط كمان بصل مفروم، وبحط ملح وكمون، وبسيبه يغلي غلوة كده على نار عالية. وبعد كده بنقله بقى على نار متوسطة واسيبه يستوي براحته. ما بنحطش ملح خالص، بنحطه وهو داخل على السوا. هنا الكرش يا ستي جبتها وحطيتها كده على النار من غير ملح ولا بصل ولا مية ولا اي حاجة. هي